أكيد عدت عليك قبل كده كلمة جي دي ام في لعبة عربيات أو فيلم أو حتى ريفيو لعربية يابانية أيقونية في فترة الثمانينات والتسعينات. وأكيد سألت نفسك قبل كده اشمعنى يعني أي عربية ياباني قديمة بنقول عليها جي دي ام، وإيه هي الاتفاقية اللي أجبرت شركات العربيات اليابانية إنها تقلل قوة محركات العربيات الرياضية بتاعتها، وإيه علاقة ده بكلمة جي دي ام. فتعالى نعرف كل حاجة عن الاتفاقية اللي حصلت دي، ونعرف إزاي الشركات قدرت تتغلب عليها بذكاء. مقدمة خفيفة بس اللي جاي تقيل. لو لسه جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. اتفاقية ال 276 حصان. القصة كلها بدأت في 1988 لما جمعية مصنعين السيارات اليابانية اللي اسمها جاما حطت حدود لقوة محركات العربيات الرياضية الياباني، وقللوا كمان أقصى سرعة العربيات تقدر توصل لها. الاتفاق اللي حصل ده كان اسمه جابانيز جنتلمان اجريمنت، وسبب الاتفاقية دي كانت الحوادث. شوارع اليابان في الفترة دي اللي هي الثمانينات كانت مليانة حوادث عربيات، وللأسف كانت حوادث مميتة بسبب العربيات القوية اللي كانوا بينتجوها مصنعين العربيات ساعتها. فقال لك كفاية بقى حوادث لحد هنا، وقاموا حطوا حدود لكل مصنعين السيارات في اليابان. الحدود دي كانت 276 حصان و180 كيلو في الساعة لأي عربية تتصنع جوه اليابان، وموجهة للسوق الياباني بالتحديد. وركز معايا شوية عشان جابانيز جنتلمان اجريمنت مختلفة عن كلمة جي دي ام. جي دي ام يعني جابانيز دوميستيك ماركت، ودي كلمة او مصطلح كان بيتقال على اي حاجة بتتصنع في اليابان وموجهة للسوق الياباني، سواء بقى عربيات او قطع غيار او غيره، عشان في ناس بتتلخبط وتفتكر ان جي دي ام هو اسم الاتفاقية اللي حصلت. فكلمة جي دي ام معناها اي عربية اتصنعت للسوق الياباني، وكل العربيات اللي بيتقال عليهم جي دي ام دول هم فعلا كلهم اتعملوا للسوق الياباني بس، لكن بعدها بدأ التصدير لبقية بلاد العالم لما العربيات دي نجحت. المهم نرجع لموضوعنا. لما جمعية جاما دي عملت الاتفاقية مع مصنعين العربيات عشان تقليل الحوادث والسلامة، مصنعين العربيات كان عندهم مشكلة كبيرة قوي. المشكلة ان تقريبا كل الشركات اليابانية وقتها كانوا بدأوا يبنوا عربيات ايقونية ويبنوا لهم اسم وتاريخ كبير في عالم صناعة العربيات. كانت عربيات مميزة شكليا، تصاميمهم من بره جريئة، محركات تعتبر قوية في وقتها، وروح ومتعة سواقة مفيش زيها. وخليني اقولك لو ما تعرفش ان تقريبا اسواق العربيات العالمية كلها اتأثرت بالسلب بسبب جمدان العربيات الايقونية دي لما نزلت، لانها دخلت المنافسة مع العربيات الامريكي والاوروبي وكسبتهم باكتساح، عشان زي ما انت عارف الياباني عربياتهم عملية قوية وشبابية لو تحب، والاهم انها بربع ثمن الاوروبي. وما تخافش هقولك على العربيات دي كمان شوية. فالشركات دخلت في دوامة كبيرة، ازاي احنا بدأنا نبني اسم وبصمة مميزة في صناعة العربيات، ويجي في الاخر قانون او اتفاقية زي دي تهدلنا كل اللي بنيناه. وهنا بقى كانت اللعبة. في الفترة دي في اليابان سباقات الشوارع بالليل والدريفت في الطرق الجبلية اللي بيسموه توجي دريفت، والتعديل كمان كان في عزهم، سواء تعديلات الاندر جراوند في الورش زي عمنا سموكي ناجاتا مجنون عالم التعديل، او شركات مصرح بيها ورسمية للتعديل زي RWB كمثال. وزي ما انت عارف اليابانيين مشهورين بهواسهم وجنانهم في التعديل، لا ومش اي تعديل، ده كمان ليهم ذوق خاص بيهم. بيحبوا جدا البادي كيتس العملاقة والعربيات الاستانس اللي بتمشي تحك في الارض من كتر ما هي واطية. وتفتكر اللي هيعدل عربيته بالشكل ده هيسيب الموتور في حاله؟ طبعا لا، اليابان دي ارض التعديل، بيعشقوا التربوهات الضخمه وشغل النيتروس والغاز والاكشن الجامد ده. تجمعات العربيات في طوكيو كمان تشهد بالكلام ده. شركات العربيات بقى حاولت تستغل الحته دي بذكاء، لان ما كانش قدامهم اي حاجه غير انهم يمشوا مع الحدود اللي حاططها الجمعيه الغريبه دي، وفعلا لعبوها صح. كل مصنعين السيارات اليابانية عربياتهم الرياضية على الورق بتطلع 276 حصان، وفي العداد مقفولين على 180 كيلو زي ما الجمعية طلبت بالظبط. بس على أرض الواقع العربيات دي ما كانش ليها أي علاقة بال 276 حصان، كانوا كلهم بيطلعوا فوق ال 300 حصان. وصدقني المحركات دي كمان من جوه ما كانتش متصممة عشان تطلع 276 حصان خالص، ولا حتى 300 حصان. تويوتا ونيسان وميتسوبيشي ومازدا وتقريبا كل الشركات اليابانية اللي انت تعرفها عملوا محركات تستحمل باور خيالي، كانت معمولة عشان تتعدل جامد قوي. وهي دي المفاجأة، الناس سابت السوبر كارز اللي اقل واحدة فيهم ب8 كلية، وبقى يروحوا يجيبوا عربية بربع الثمن يعدل فيها شوية وينزل يمسح اي سوبر كار على الطريق. خد بالك الجي دي ام لما بيتعدل بيزعل جامد. تخيل يبقى معاك بورش ولا فيراري وتلاقي سوبرا ولا جي تي ار عليها سيمي سليك جايه تمسح بعربيتك الاسفلت وتحسرك على الملايين اللي دفعتها فيها، وصفارة التربو هتخليك عايز ترمي السوبر كار بتاعتك دي في اقرب سكراب. السوبرا مثلا بجيلها الثالث الام كي 3
محرك ال1 جي زي بيجي تربو مع سلندرات وبلوك اقوياء جدا وخفاف في الوزن، مصنوعين من الالومنيوم، وزيه طبعا اخوه الاجدد منه ال2 جي زي المعروف لا يعرف، بتقنيات كانت جامده جدا زي دول اوفر هيد كامز اللي كان بيساعد جامد في الاداء العالي والاستجابه، فكان بيطلع 320 حصان ستوك، وبيبقى لسه في مجال انه يوصل اكتر من 600 حصان لما يتعدل. وطبعا الراس براس مع تويوتا. نيسان طبعا ما كانتش ساكته، عائله محركات الار بي اللي نزلت في الجي تي ار نفس الكلام برضو، محرك قوي متربن جاهز وفي تقنيات تخليه نشيط وياكل الاسفلت، وارقامه الستوك كانت بتبقى بين ال 310 ل 320 حصان برضو. ده حتى الاربعه سلندر ما سلمش من متسوبيشي، الموتور اللي متاخد من سباقات الرالي بتاع اللانسر ايفو، هو 4 سلندر 2000 سي سي بس نينجا، ده بيطلع 300 حصان في حاله الستوك وبيستحمل لحد 700 حصان لما يتعدل. ومازدا لما طوروا الروتري اللي كان حاجه مختلفه ومميزه وبيستحمل ارقام جباره رغم انه 1300 سي سي بس، لكن كان بيطلع قرب 300 حصان ولما يتعدل يخش عالم ال 600 بسهوله. زي ما قلت لك دي خدعه ضحكوا بيها، او زي ما بيقولوا كده اتحايلوا بيها على القانون. على الورق العربيه ضعيفه واخرها 276 حصان، لكن في الحقيقه العربيات كانت اكتر من 300 حصان، وقوتها الحقيقيه كمان كانت بتظهر في ورش التعديل. ورغم ان الاتفاقيه دي رخمت على مصنعين العربيات شويه وما خلتهمش ياخدوا راحتهم قوي، الا ان مع كل ده العربيات الجي دي ام من اجمل العربيات اللي ممكن تسوقها في حياتك، عربيات ايقونيه مميزه وشبابيه وفيها روح مستحيل تلاقيها في اي عربيه تانية. واكيد كل واحد فينا عنده على الاقل عربيه جي دي ام من عربيات احلامه، فالشركات تقريبا كده طلعت كسبانه، عملت عربيات يحبها الشعب الياباني ويتجنن بيها في التعديل ما تقولوش لا، حافظوا على تاريخ العربيات، والاهم من ده كله انهم على الورق كيوت وعاملين عربيات قوتها محدوده. عشان كده الناس هتلاقيها كانت بتشتري العربية يا دوب تستخدمها فترة بسيطة ستوك، وبعدها يروحوا على الورش بتاعة التعديل على طول عشان يطلعوا قوتها الحقيقية ويستمتعوا بيها. لو انت ليك في التعديل او في العربيات عموما هتبقى عارف المواتير دي مجنونة في التعديل قد ايه. وخلينا افرحك واقولك ان الاتفاقية دي ما استمرتش كتير. في 2004 هوندا نزلت عربية سيدان اسمها هوندا ليجند أو هوندا الأسطورة بموتور 6 سلندر 3500 سي سي، وكان بيطلع 300 حصان في اليابان وتوب سبيد 210 كيلو متر، فتقريبا هي كسرت القانون ده المفروض يعني، بس محدش الصراحة كان عارف هل هوندا هي أول واحدة تكسر الاتفاقية ولا لأ. بس اللي احنا متأكدين منه إن العربية دي هي اللي غيرت كل حاجة وفتحت الباب لبقية الشركات من بعدها، لأن بعد العربية دي ما نزلت كل الشركات حرفيا عملت عربيات بتطلع فوق ال 300 حصان بكتير. عد معايا: جي تي ار ار 35 الاسطوره نزلت في 2007 اللي كانت بتنزل بالموتور الفي 6 توين تيربو بيطلع 473 حصان، وكل فيس ليفت ليها كمان كان بيزود من قوتها لحد ما وصلت ل 600 حصان في نسخه النسمو. وعندك كمان السيمفونيه لكزس LF A اللي ابهرت العالم كله بصوت صريخ الفي 10 بتاعها اللي كان بالتعاون مع شركه ياماها واللي كان بيطلع فوق 550 حصان. وعندك اللانسر ايفو اكس اللي كانت اخر جيل للايفو او لانسر عامه، طلعت في 2007 برضه بموتور 4 سلندر 2000 تربو بيطلع 303 حصان، لا بس 303 حصان رسميا المرة دي مش في المستخبي. وكده تكون اتفاقية جابانيز جنتلمان اجريمنت انتهت بشكل رسمي وما بقاش فيه اي قيود على مصنعين العربيات في اليابان. اي نعم الاتفاقية دي حجمت شوية العربيات اليابانية الرياضية، لكن ذكاء مصنعين العربيات ما كانش سهل برضه، وعملوا عربيات ممكن ما يتعملش زيها تاني في اصعب الظروف. بس لسه في سؤال: طالما اتفاقية جنتلمان اجريمنت انتهت خلاص، ليه برضه ما بقيناش نشوف عربيات جي دي ام؟ السؤال ده ليه معنيين. لو انت قصدك على مسمى جي دي ام نفسه، ليه ما بنقولوش على العربيات الياباني؟ فخلاص كلمة جي دي ام ما بقاش ليها اي معنى، كل العربيات بقت يتصنع منها نسخ وتتصدر، عكس الجي دي ام اللي كانوا بيتصنعوا لليابان بس. اما بقى لو قصدك جي دي ام بمعناها الايقوني والعربيات القوية، فللاسف مع التطور والقوانين بتاعت الحفاظ على البيئة اللي ملهاش اي 30 لازمة، فهي كمان بتحارب العربيات الرياضية تاني، والمرة دي بتحارب كل مصنعين العربيات في العالم مش الياباني بس، بتفرض عليهم عقوبات وقوانين معينة لازم كل مصنعين السيارات يلتزموا بيها. وللأسف عشان كده ما بقيناش نشوف أي عربية مميزة زي الجي دي ام دلوقتي، كل العربيات خلاص يا بقت كهرباء وهايبريد يا إلا محركات صغيرة تربو، تحس كده إن العربيات الرياضية دي فقرية بتتحارب من كل حتة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتكتب لي في الكومنتات ايه أكتر عربية جي دي ام بتحبها ونفسك فيها. أشوفك في الفيديو الجاي، سلام.